تنتهي بعد. لا زالت لدي أسئلة تحدد الكثير. أومأ عبد الرحمن بابتسامة هادئة. تفضل أستاذ، أنا جاهز. أصبح الجو في الغرفة أكثر توترا. ما بدا كعرض أحادي الجانب تحول الآن إلى معركة حقيقية للعقول. وكان عبد الرحمن يثبت أنه ليس خصما سهلا. لم يتحدث فقط بإيمان، بل بحجة عميقة نافذة. وعلى الرغم من الضغط، لم يكن واتكنز مستعدا للاستسلام. فباعتباره شخصية رمزية في المجتمع الإلحادي، فإن هزيمته في هذه الليلة ستكون ضربة قاسية لكرامته وسمعته. جلس مستقيما وحدق في عبد الرحمن عبر الطاولة وقال: حسنا، ربما لا أستطيع دحض حجتك حول وجود الله، لكن ماذا عن دينك الإسلام مليء بالقوانين الغريبة والمقيدة؟ لماذا يمنع الله الرحيم أكل لحم الخنزير أو شرب الكحول إذا كان الله قد خلق كل شيء؟ فلما يمنع الناس من الاستمتاع بها تحرك الجمهور قليلا، فقد دخل وتكنز الآن إلى مجاله المفضل، ذلك الذي يشكك فيه بمنطق القوانين الدينية. لكن عبد الرحمن لم يطرف له جفن. نظر إلى واتكنز وسأله بهدوء: أستاذ، إذا أهدي إليك أحد سيارة فاخرة باهظة الثمن ومتطورة جدا، هل ستعاملها باستهتار؟ أجاب واتكنز بالطبع لا. فقال عبد الرحمن: وإذا كان دليل استخدام السيارة ينص بوضوح على ضرورة استخدام نوع معين من الزيت للمحرك، هل ستتجاهل تلك التعليمات؟ أجاب واتكنز وقد عبس قليلا. بالطبع لا. ابتسم عبد الرحمن وقال: فلماذا تستغرب أن يضع الله للبشر تعليمات لما هو الأفضل لإجسادهم وأرواحهم؟ أليس الخالق هو الأعلم بكيفية رعاية خلقه، كما يعرف المهندس كيف يصون اختراعه؟ ساد صمت ثقيل في القاعة، وتحرك واتكنز في مقعده بعدم ارتياح، وبدا بعض مؤيديه يظهرون ملامح الشك على وجوههم. تابع عبد الرحمن بثقة: تحريم لحم الخنزير والخمر ليس لتقييد المتعة بل لحمايتنا. الدراسات العلمية أثبتت أن لحم الخنزير قد يحمل طفيليات وأمراضا ضارة، والكحول يدمر الجسد ويمزق الأسر ويتسبب في الكثير من الحوادث. الإسلام لا يحرم هذه الأشياء لعقاب الناس، بل لصيانة أجسادهم وحماية كرامتهم وحفظ مجتمعاتهم. تنفس واتكنز بحدة. لم يكن يتوقع من عبد الرحمن ردا علميا متماسكا. ثم قال متحديا: وماذا عن الصلاة 5 مرات في اليوم أو الصيام لشهر كامل؟ أليس هذا عبئا غير معقول؟ لماذا يجعل الله الحياة أصعب على اتباعه؟ ابتسم عبد الرحمن وقال: أستاذ، إذا أردت أن يكون جسدك صحيا حيا، هل ستمارس الرياضة مرة واحدة في الشهر فقط؟ رد واتكنز سريعا: بالطبع لا. قال عبد الرحمن: بالضبط. الصلاة 5 مرات في اليوم هي صيانة روحية، كما تحافظ التمارين الرياضية على قوة الجسد. الصلاة تطهر القلب وتركز العقل وتهذب الروح وتجلب السلام والسكينة وتقرب الإنسان من خالقه. بل إن الأبحاث العلمية الحديثة